الماتش خلص وهدينا والدنيا اتظبطت. طيب خلينا مبدئيا كده نتكلم في كام نقطة مهمة. الزملكاوية اللي بيقولوا لك فرقة المليار زي ما راحت زي ما جت، احب اقول لك واخد 11 مليون دولار من بطولة كاس العالم، 9.5 مليون دولار مقابل المشاركة، وتعادلت ماتشين خدت 2 مليون دولار على الماتشين، يعني كل ماتش تعادل خدت فيه مليون دولار، يعني تقريبا 11.5 مليون دولار. يعني اضربهم بقى في 50، شوف انا واخد كام، ما يقارب 600 مليون جنيه. احب اقول لك ان انا استفدت من البطولة دي. ما توفقتش، خرجت من دور ال16، ولكني لعبت ماتش او ماتشين مشرفين جدا. لعبت قدام انتر ميامي اللي معاه ميسي، اللي انا زعلت ان انا ما كسبتوش، ان انا ما كسبتش ميسي. والماتش التاني قدام بورتو اللي في يوم من الايام خد دوري ابطال اوروبا مرتين. بورتو لعبته، احرجته وسجلت عليه 4 اهداف. بورتو انا سجلت فيه 4 اهداف وضيعت حوالي 12 13 جول، يعني مفيش لاعب في الاهلي ما ضيعش. فالجمهور زعلان، احب اقول لك ما تزعلش، خلاص هو ربك مش رايد، ربك مش رايد ان انت تكسب. عارف لو لاعب واحد اللي ضيع كورتين 3 او 2 لعيبه كل واحد ضيع كوره او كورتين ماشي، انما ده مفيش لاعب ما ضيعش، كل اللعيبه ضيعت. بن شرقي ضيع، زيزو ضيع كوره، وسام جاب هاتريك وضيع كوره او كورتين، تريزيجيه ضيع 3 4 كور، جراديشار ضيع كورتين، قفشه نزل. قفشه ده يعني مع الله، يعني قفشه ده على الله حكايته، يعني قفشه لا تعليق. انا مش عارف قفشه بيعمل فينا ايه، يعني بيجري ويسيب الكوره فرامل، يعني تقريبا بنزين خلص فوقف. شناوي يعني يا شناوي انت يعني مش عايز اتنمر عليك، يعني انا مش عايز اتنمر عليك، هي ايدك فين؟ ايدك فين يا شناوي؟ فالحمد لله الكوره مش عايزه وربنا مش رايد ان انت تكسب، مش رايد ان انت تكسب بورتو. انت قدمت على بورتو 4 مرات وبورتو يتعادل. فانا عارف ناس اخرها بورتو السخنه، يعني انا عارف ناس اخرها بورتو السخنه، انا عارف ناس قاعده في مصر ما خرجتش بتتريق على اللي راح لعب كاس عالم للانديه وخد 11.5 مليون دولار. انا عارف ناس يعني عارف انت اللي هو ايه، انت عارف انت مثلا لما يبقى ليك ابن عم يخرج او يبقى معاه مثلا دبلوم او يخرج من ثالثه رابعه ابتدائي ماشي، وانت واخواتك ولاد عمامك التانيين الدكتور والمهندس ومش عارف ايه، فهو بقى يعني هيجي له عقده، فاللي هو ايه، لا يجي يقول لك والله انت غلط، ايه الكباري اللي انتوا بتعملوها والمرضى اللي انتوا بتعالجوها مش عارف، لا اللي انتوا بتعملوه ده غلط، انا الصح. فانت لازم بقى تقول له ايه صح، يعني فاهم انت، تجاريه عشان حالته النفسيه ما تبص، فاهم يعني اللي هو ايه، يعني خلاص هو كده اصلا معاه ثالثه ابتدائي ولا رابعه ابتدائي، هتبقى انت والزمن عليه، فسيبه هاوده، قول له يا عم ماشي، عارف انت اللي هو الكلمه الطيبه صدقه، قول له ماشي انت صح، انت معاك حق، هاوده، كبر دماغك منه. يعني هو اصلا مش عارف يجيب مدرب، مش عارف يجيب لعيبه، عليه فلوس، طوب الارض مداينه، يعني الاداره نفخاه، ويجي يقول لك ايه، والله ده انتوا اللعيبه بتاعتكم ما عندهاش اساسيات كره القدم. يا عم ده انا بلعب كاس عالم، ده انا بلاعب ميسي وبلاعب الناس دي انت اما بتلعبها في ماتش ودي بتعمل فرح، انا بلعبها في بطوله دوليه ولعبت احسن منهم وزعلان ان انا ما كسبتش. فالكلمه الطيبه صدقه. فعادي، احب اقول لك بس ان احنا بقى الماتش الاخير ده او ماتش بورتو بيدل ان احنا عندنا فرقه جامده جدا هتاخد الاخضر واليابس، بس محتاجه بعض التدعيمات. عندك باك يمين، عندك باك شمال، عندك مدافع، لازم مدافع. فالثلاث حاجات دول ان شاء الله لما يتدعموا الفرقه هتظبط. طيب نحب بقى نقيم اللعيبه. كابتن محمد الشناوي اللي امبارح حرفيا لو اتشاط عليه ثلاجه هتخش جول، يعني محمد الشناوي خلص كل التصديات اللي عنده في ماتش انتر ميامي. يعني انا مش يعني يا كابتن شناوي انا زعلان لك، والله انا مكسوف لك. يعني محمد الشناوي طبعا بره التقييم 0/10. كان بيلعب قدامه الكابتن محمد هاني 0/10. يعني محمد هاني، بص اقول لك على حاجه، بورتو دي اسوأ تاني فرقه في كاس العالم،
لان محمد هاني يعمل قدامها اسيست، فلازم تبقى فرقه زي الخرا. رقم واحد الفرقه الاسوأ في كاس العالم وهي مونتيري تقريبا اللي محمد هاني جاب فيها جول. يعني الولايات المتحده بعتت تستجوب ايران او تفهم من ايران بيخزنوا اليورانيوم فين. تقريبا بيتخزن في المساحات اللي في ظهر محمد هاني. محمد هاني والله العظيم 3 كفايه. محمد هاني 0/10. عندك اشرف داري 0/10. اشرف داري ماتش سيء جدا ليه. احمد رمضان بيكهام 0/10. عايز اقول لك ان محمد هاني وبيكهام وداري كانوا بيتحدوا بعض مين هيموت مشجعين للنادي الاهلي اكتر. يعني مين كل واحد يقول له انا هجلط واحد، تاني يقول له لا والله ده انا لازم اموت واحد بذبحه صدريه. فلا يعني الثلاثه زي الخرا. عندك كوكا 5/10. عندك حمدي فتحي على الشويه اللي لعبهم 5/10. كان بيلعب جنبه بن رمضان. محمد علي بن رمضان لما تيجي تقيمه تقوم تعمل له تعظيم سلام. بس يعني عارف انت اللي هو ايه، عمر خيرت الفرقه. يعني عارف انت اللي هو ايه، موسيقار الفرقه، بروفيسور الفرقه، معلم الفرقه. كان بيلعب جنبهم مين؟ كان بيلعب جنبهم زيزو. يعني بص انا مش عارف انا كنت بقول عليك بالونه ازاي وانت في الزمالك بجد. يعني انا تقريبا كنت غبي، انا تقريبا ما كنتش بشوف. زيزو يا جدعان بدا يخش مع التيم، بدا يخش مع الفرقه. زيزو لاعب تقيل قوي 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 قوي. احنا المفروض نروح ندي الزمالك 100 مليون جنيه على الصفقه دي. احنا خدناه ببلاش بس لازم نروح ندفع فلوس. الصفقه دي جامده جدا يا جدعان، ولسه ما يندمج في الفرقه اكتر. عندك كان بيلعب تريزيجيه اللي منه لله، اللي هديله 3/10. تريزيجيه جاي عامل نفسه كابتن على الفرقه. تريزيجيه جاي انا تاني كابتن للفرقه. انا ما حدش كلمني، انا كنت بلعب في قاسم باشا التركي، ما تتفرجش على مهند ولا ايه؟ فتريزيجيه زي الزفت. عندك ناحيه اليمين كان بيلعب حسين الشحات. بص يا حسين، نصيحه لله، امشي يا حسين، امشي كفايه كده، يعني كفايه. 2/10 لحسين الشحات. عندك المعلم ابن المعلم الهداف الكبير قوي وسام ابو علي. وسام ابو علي 10/10 ونجمه. عارف انت 10/10 ونجمه. يعني وسام لا يا جدعان، وسام تقيل قوي. قعدتوا تقولوا الاهلي ما جاش، الاهلي ما وصلش، طب نجيب جون، طب يعمل اي حاجه. ادينا جبنا 4 اجوان يا عم مش جون. واحرجنا بورتو اللي واخد دوري ابطال اوروبا مرتين. خليك انت في بورتو السخنه والعين السخنه بتاعتكم اللي هنا دي، تمام؟ فانت في مصر، يعني انت ما خرجتش من مصر وبتتريق عليا وانا في امريكا. يا عم ماشي الله يسامحك، انا مش هرد عليك عشان انت دماغك تعبانه، ماشي؟ عندك مين نزل بقى؟ عندك طلع حسين الشحات، ونزل عمر كمال. عمر كمال تقريبا ده عمر كمال بتاع المهرجانات، مش عمر كمال بتاع الكوره. يعني هو ما فيش حل تاني، لازم يكون ده عمر كمال بتاع المهرجانات. عمر كمال انت بتعمل ايه؟ يا عمر كمال انت كنت في فيوتشر مكسر الدنيا، انت جيت الاهلي جالك شلل ليه؟ يا عمر كمال ارحمني. عندك مين تاني؟ عندك نزل عمنا قفشه ياخد 2/10 وضيع كور سهله. يعني هو بيجري البنزين وقف، ما تفهمش البنزين خلص، حاجه حصلت. طيب نزل مين تاني؟ نزل المعلم ابن المعلم اليو ديانج. يعني اليو ديانج اتحط وترص بعد كده ال10 لعيبه اللي هيلعبوا حواليه. انما ما تجيش تقول لي اليو ديانج يقعد. شفت يا باشا، شفت يا عم ريبيرو ديانج بيعمل ايه؟ بعد كده نزل اشرف بن شرقي مكان تريزيجيه. اشرف بن شرقي ياخد 5/10 عشان الكور اللي ضيعها. اشرف بن شرقي لو كان جاب كوره ولا كورتين من اللي ضيعهم كان ياخد 10/10. عندك نزل جراديشار كان جاي، كان عامل يعني كان لعيب كوره. انا مش فاهم ايه اللي حصل له في البطوله دي. جراديشار قلب على مخبر بالشنب اعدادي اللي هو مربيه ده. يا جراديشار في ايه يا حبيبي؟ ما تفوق يا حبيبي. 5/10 لجراديشار. ودي حلقه النهارده. ما تنساش تدوس لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس وتعمل مشاركه. سلام.